يا راجل ده حاجة ما يعلم بها الا ربنا. انتوا ما خليتوش حاجة في الواحد الا لما تنكدوا عليه بزيادة، تزودوا عليه كمية من الهموم والاحزان والقرف. يعني السعادة راحت في 60 داهية. السعادة والضحك والابتسامة والكلام الحلو كل ده راح في داهية. ولا الواحد اكتسب بنفسه. ناس عندها كمية من الهموم والأحزان من قرف الدنيا. جماعة كده غلط. احنا كده بندمر صحتنا النفسية والمزاجية. اقروا كتب علم النفس وادخلوا على النت وشوفوا علم النفس بيقول لكم ايه. اللي عايز يدمر صحته النفسية كل واحد براحته. قال لك يا راجل إذا شفت شخص مهموم وحزين اسعده فرحه، ما تزودش عليه هموم زيادة. غلط. ده انت لو سألت دكتور نفسي او دكاترة القلب ونزلت فيديوهات عن الكلام ده كتير، ايه يا ابني ده بتعمله في نفسك؟ ده ايه اللي مزعلك زيادة واللي مخلي الضغط عندك يرتفع وتبقى حالتك حالة؟ غلط يا جماعة، غلط. شفت صاحبك حبيبك شخص بتحبه عزيز عليك حزين نفسيته طينة ما يعلم بها الا ربنا، اسعده فرحه. خده بعد كده وعلى الكافيه ولا على رياضة ولا على أحلى مطعم في اسكندرية ولا في أي كان مكان، تقعدوا بعض. كم من هموم سيطرت على نفوس الناس وكم من الأحزان والاكتئاب على مدار الشهور والسنين الطويلة اللي مش عارفين نتعب بعض ولا نفرح بعض. لا لازم ننكد على بعض ولازم نجيب لنفسنا الأمراض. طب وليه؟ أهو البحر أهو حلو والدنيا حلوة. نتجنب يا جماعة المشاكل والقرف والحزن. كان ما احسناش مشكلة ولا قلنا لنا غلطة. اشتركوا في القناة واعملوا لايكات وشكرا لكم.